السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبناء طلاب الصف الرابع الابتدائي، أهلا بيكم. احنا خلصنا الحمد لله منهج شهر أكتوبر وداخلين خلاص على الاختبار بتاع شهر أكتوبر. إن شاء الله يكون اختبار موفق وكل أولادنا وبناتنا يوفقوا ويجيبوا أعلى الدرجات. هنراجع النهاردة إن شاء الله مراجعة شهر أكتوبر للدروس اللي داخلة في هيئة امتحان أو نماذج لشكل الامتحان اللي ممكن يجيلك. اول حاجه هيجي لي اول سؤال التعبير الكتابي. احنا خدنا حاجه واحده بس في التعبير اللي هي الرساله الشخصيه. لو نفكر بعض بالرساله الشخصيه ببعتها لحد قريب مني او اعرفه، بيني وبينه علاقه وموده. اهم حاجه في الرساله الشخصيه بتتكون من كام حاجه او من كام جزء؟ 3 اجزاء. اول حاجه المقدمه والموضوع والخاتمه. المقدمه قلنا في الاول فوق على اليمين بنكتب اسم المرسل اليه، فهو هنا هنشوف هو طالب رساله لمين ونكتب الكلام ده. اكتب رساله شخصيه الى ابن عمك تهنئه فيها بالشفاء من مرضه. هكتب رساله لابن عمي اهنئه ان هو شفي من مرضه، وتنصحه بالتخطيط لتعويض ما فاته من الدروس ليحقق التفوق كعادتي. يبقى اول حاجه هبعت لابن عمي هقول له مثلا الاخ غالي ابن عمي، او ابن عمي الغالي مثلا، اي حاجه اكتبها ابن عمي الغالي. خلاص هو ما حددش اسمه، اعملها كده اهو. تحت منه هروح كاتب تحيه، لازم التحيه تحيه طيبه فاصله وبعد نقطتين. خلاص، وبعدين ابدا اكتب بقى سبب الرساله. سبب الرساله هقول له اكتب اليك هذه الرساله، واروح عامل فاصله منقوطه مهم عشان هكتب السبب. انا بكتب له رساله ليه؟ لأهنئك بالسلامه والشفاء من مرضك. طب لو انا مش عارف اكتب الكلام ده اكتب اكتب اليك هذه الرساله واعمل فاصله منقوطه حمدا لك على سلامتك. تمام، حمدا لك على سلامتك. طب مش عارف اكتب الكلام ده اقول له حمدا لله على سلامتك وشفائك من المرض. خدتوا بالكم؟ يعني اكتب على نفسي كلام يسهل عليا. خلاص، والشفاء من المرض. تمام، نقطه. هبدا بقى اكتبه تنصحه، دي كده انا عملت المقدمه. تنصحه بالتخطيط لتعويض ما فاته من الدروس. تمام، انا كده كتبت نقطه. عايزه اقول له بقى انا عايزه اكلمه على ان هو يقدر يعوض اللي فاته من الدروس. نقول له بقى بعد ما قلنا له الكلام دوت؟ اتمنى مثلا، او بلاش اتمنى، خلي اتمنى في الاخر. هقول له بقى؟ اعرف انك فاتك العديد من الدروس اثناء مرضك. تمام، خلاص، فاصله. فانصحك بايه بقى؟ بترتيب وقتك فاصله وتنظيم دروسك فاصله، والبدء في تعويض ما فاتك مثلا مستعينا مثلا بالمنصات التعليميه زينا كده اهوت لشرح الدروس. خلاص، وحطيت نقطه. هكمل له بقى ولازم اقدم له مساعده، وانا مستعد لمساعدتك على شرح ما فاتك من الدروس. خلصت الكلام اهو. اجي بقى في الاخر اكتب الخاتمه. الخاتمه بنعمل فيها ايه؟ بتمنى له بقى السلامه، او بتمنى له بقى ايه؟ اي حاجه كويسه. وفي الاخر اقول له ايه بقى؟ اتمنى
لك التوفيق في دراستك. خلاص، فاصلة. وحمدا لله على سلامتك. حطيت نقطة. شفتوا استخدمت علامات الترقيم ازاي؟ هعملها لكم دلوقتي تاني عليها برضو بالاسود عشان تاخدوا بالكم منها. كتبت خلاص كده، اكتب تحت بقى ايه؟ ما هو دلوقتي ده ابن عمي، اكتب له تحت ايه؟ اسمي مثلا محمد مثلا، محمد، و22/10/2000 مثلا 25. بس كده يبقى انا كده كتبت ايه؟ المقدمه والموضوع والخاتمه اهي، وكتبت فيها التوقيع والتاريخ. مهم جدا 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 ان انا استخدم علامات الترقيم. تعالوا نشوف علامات الترقيم فين اهي. شايفين الفاصله المنقوطه دي؟ شايفينها اهي عشان ذكرت السبب. نقطه اهي، نقطه اهي قدام مني دي علامه الترقيم. عندي كمان عملت فاصله هنا اهوت، شايفين اهي. عندي فاصله هنا اهوت عشان بتكلم على حاجه ورا حاجه ورا حاجه. حطيت نقطه في اخر الكلام. مهم جدا احط نقطه في اخر الكلام. ونفس الكلام انا حطيت نقطه في اخر الكلام. وهنا برضو خلصت الخاتمه وحطيت نقطه. يبقى انا استخدمت هنا اهوت ايه؟ علامات الترقيم. واكتب كلام سهل، ما اكتبش كلام صعب. تمام كده؟ نرجع بقى نكمل المراجعه بتاعتنا. السؤال الاول في القراءه، يبقى بعد كتابه التعبير الكتابي او التعبير، بعد كده هيجي لي القراءه. القراءه بيكلمني على ايه؟ شخصيه اذاعيه شهيره اشتهر بتقديم برامج للاطفال، ولد في مدينه الاسكندريه، درس بكليه الاداب، وبعد التخرج التحق بالاذاعه المصريه، وقدم اكثر من 300 حلقه اذاعيه للاطفال. حقق نجاحا كبيرا بفضل عمله المتقن واصراره على تحقيق حلمه. إنه الإذاعي الكبير محمد محمود شعبان. يمكن الاسم دوت إحنا ما ناخدش بالنا منه، ولكن بناخد بالنا من اسم الشهرة بتاعه الذي اشتهر بلقب بابا شارو. إيه بقى بابا شارو؟ هذا الرجل الإذاعي الكبير. بابا شارو دي جت من كان وقتها بيكتبوا أول حرف من الأسامي، يعني مثلا اسمه محمد محمود شعبان ميم ميم شين مثلا. فالكاتب او الكاتبه الصحفيه في لحظه من اللحظات كتبت اسم الحرف الاولاني من شعبان شين الف، وحصل لخبطه وكتبت جنب منها الراء والواو، واتكتب الكلام على كده. فاعجب بابا شارو بالاسم شارو، عجبه، كان مختلف، فطلع عليه اسم بابا شارو. هذا الرجل من الرجال الاذاعيين المشهورين، اشتهر بادب الاطفال، كان بيكتب في ادب الاطفال. ده يعتبر زوج صفيه المهندس. فاكرين لما خدنا قبل كده في القراءه قطعه قراءه متحرره عن صفيه المهندس اللي والدها الاذاعي الكبير المهندس زكي المهندس، كان زوج مين؟ محمد محمود شعبان اللي هو بابا شارو. طبعا ليه برامج اذاعيه كثيره في الاذاعه المصريه. اكتبوا برضو على اليوتيوب بابا شارو، هتسمعوا البرنامج بتاعه وتسمعوا جزء منه. كان بيقدم حاجات جميله جدا للاطفال ممتعه. شوف قد ايه الناس دي كبرت بس كانت عظيمه، بتهتم جدا بالطفل زي الاذاعي بابا شارو وغيره كتير من الاذاعيين او الكتاب او الصحفيين اهتموا كتير بالاطفال. نكمل. ولا عجيب ان هذا اللقب جاء بالمصادفه زي ما انا بقول لك اهو، حيث كتب اسمه خطأ. اتكتب اسمه بالغلط، كتبت اول حرف من اسمه شين الف، والراء والواو دي عارفين ساعات الكتابه كده تغلط فيه، يعني حد يكتب وينسى حروف او يلخبط في حروف. فقرأه المذيع بابا شارو بدلا من بابا شعبان، يبقى كان بيتقال عليه بابا شعبان. البرامج ديت من كتر ما كانوا المذيعين قريبين جدا من قلب الاطفال، فكنا نقول بابا فلان ماما فلان، زي شفنا ابله فضيله، يعني ده لقب ايه كمعلمه يعني. فبدل بابا شارو فكتب بابا شار واو كده بالخطأ، فطلعت بابا شارو. وهذا الرجل توفي في 1999، يعني يعتبر من كام سنه، يعني من كام سنه ايه بعاد شويه. المهم نشوف بقى ايه هذا الرجل. طبعا كون ان هو كان شخصيه اذاعيه شهيره، حدث في يوم من الايام كانت برامج الاطفال بيقدمها حد معين يعني غيره، فالمذيع اللي بيقدم البرنامج ما كانش موجود، اتاخر. فدخل بابا شارو راح جاب قصه اطفال اجنبيه وقعد قراها بسرعه او فكر نفسه فيها بسرعه، وراح دخل حكاها في البرنامج الاذاعي، قدم الحلقه يعني في الاذاعه بدل الايه المذيع ما كانش موجود. اعجب بيه الناس وبداوا يبعتوا رسائل للاذاعه المصريه ويقولوا لهم ان الحلقه عجبتهم جدا. فالاذاعه المصريه اعتمدت ان بابا شارو يقدم برنامج للاطفال على طول. خدتوا بالكم؟ سبحان الله، زي ما يكون ايه يعني
هنا طبعا الحظ الجميل بالنسبه له ما جالوش كده مصادفه، لا ده جاله نتيجه عمله واجتهاده. نشوف بقى اول اسئله. شهيره يعني ايه شهيره؟ طبعا يعني معروفه. شهيره يعني معروفه. امسح لكم بس النقط اللي بتتكتب دي. تمام. السؤال التاني، التحق بيه. التحق بيه يعني انضم. معنى التحق بيه انضم. جاء لقب بابا شارو بالمصادفة حين ايه بقى؟ حين كتب اسمه خطأ. تمام. فقرأه المذيع بدلا من بابا شعبان. فقرأه المذيع اللي بيقدم بدلا من بابا شعبان. خدوا بالكم، قرأه المذيع لان كان بابا شارو معد برنامج في الاول. ففي الاذاعه لما بيجوا، طبعا احنا في الاذاعه بتبقى مسموعه، بنشغل الراديو ونسمعها، فبيقول الاذاعي اللي بيقول او اللي بيقدم البرنامج بيقول البرنامج مثلا اعداد بابا شارو فقرأها غلط. ده المذيع اللي مقصود بينا اهوت. ما اهم اسباب نجاح الاذاعي الكبير بابا شارو؟ ايه اسباب نجاحه؟ طبعا اسباب نجاحه هو عمله متقن، اصراره على تحقيق حلمه. يبقى اسباب نجاحه عمله المتقن، واتقن عمله، واصراره على تحقيق حلمه. النصوص عندي نص هنا هو نص متحرر برضو عن حب مصر. عندما أكبر أرجو رد أفضال الوطن بجهاد وبعزم سوف يحكيه الزمن، فأنا الحامي بلادي أفتديها في المحن. طبعا عندما أكبر أرجو يعني إيه؟ أرجو يعني أطلب أو أتمنى، وعكسها أيأس. رد أفضال الوطن. أفضال دي كلمة جمع مفردها فضل، والوطن جملة مفرد جمعها الأوطان. ورد يعني برد الحاجة، عكس كلمة رد إيه؟ أخذ. باخد حاجة بردها. بجهاد يعني إيه كلمة جهاد؟ يعني تضحية. وعزم قلنا يعني إرادة وقوة، وقلنا كلمة عزم جمعها عزوم، وعكسها إيه؟ ضعف. سوف دي استخدامها بيدل على المستقبل. خلي بالنا لما بستخدم سوف في اي كلام بتدل على المستقبل القريب، بتدل على التفاؤل. سوف يحكيه الزمن. يحكي يعني ايه؟ يحكي يعني يروي. والزمن جمع الزمن الازمان. تمام كده اهوت. فانا الحامي بلادي، انا الحامي اللي بحمي بلادي. عكس الحامي، عكس حد بيحمي، الايه بقى؟ المضيع او الهادم بلادي. طبعا كلمة بلادي دي جمع مفردها بلدي. خلاص. وفيها ضمير هنا هو الوياء المتكلم. افتديها في المحن. افتديها يعني ايه؟ اقدم روحي فداها. في المحن يعني الشدائد. خلي بالنا من الكلمة دي. المحن الشدائد. ومفرد المحن ايه؟ المحنة. تمام. طبعا هنا في تعبيرات ايه؟ مجازيه زي سوف يحكيه الزمن. شوف الاسئله. مرادف عزم، اراده قويه، عارفينها كلنا دي، كلنا اكيد شاطرين ومراجعين كويس. يحقق الشاعر حلمه. هيحقق الشاعر حلمه بايه بقى؟ بالجهاد والعزم والتضحيه من اجل بلادي. ما واجبنا تجاه الوطن في وقت الشدة؟ وقت الشدة يعني وقت ما الوطن يكون في شدة أو في محنة. إيه واجبنا؟ واجبنا إيه بقى؟ واجبنا الوقوف بجانبه يدا واحدة، خلاص، فاصلة، والدفاع عنه ضد أي خطر. هنشوف النحو. الأحلام تتحقق بالعمل. طب هبص على الأسئلة الأول. عايز اسمه وعايز علامته.
وعايز ايه كمان؟ وعاوز فعل ونوعه بس. حتى تعالوا واحنا بنشتغل في القطعه بنقراها نحط الاسم تحت منه خط والفعل، وبنبقى احنا ايه؟ سهلنا عن نفسنا. الاحلام تتحقق بالعمل. طبعا الاحلام ايه؟ اسم. تمام؟ تتحقق، انا هحط على الفعل دايره وهحط على الاسم خط تحت منه خط. تتحقق بالعمل، العمل اسم. عندي صغنطه اهو حرف، واخدين بالنا؟ والاجتهاد، الاجتهاد اسم. والعاقل برضو اسم. من يحدد ده فعل. حلمه اسم. بدقة اسم. وعندي حرف الباء هنا اهوت، خدوا بالكم. وهنا اهوت عندي حرف الباء ده حرف، وعندي الواو حرف، الواو حرف. من دي مش حرف عندنا، خلي بالنا. ويضع ادي فعل. خطوات دي اسم. للوصول اليه، اللام دي حرف جر والوصول دي اسم. ماشي يا ولاد؟ واليه، الى دي حرف جر والهاء دي ضمير، والضمير ده يعتبر اسم. فالمتفوق، الفاء دي حرف بس مش حرف جر، حرف بس مش جر. المتفوقون ده اسم، والمتفوقات اسم. في حرف. كل المجالات اسم، كل دي اسم. أصحاب اسم. عزم اسم. وجهاد دي كلمة اسم، والواو هنا حرف. وهما سببان. هما ده ضمير. طب يا ترى الضمير ايه؟ الضمائر من الاسماء، خدوا بالكم. الضمائر اسماء الاشاره، اسماء الموصوله، كل دي اسماء. الواو هنا ده حرف. هما اسم. سببان ده اسم ومثنى كمان. مهمان كلمه اسم. لكل، اللام حرف. وكل اسم. نجاح اسم. في حرف. الحياه اسم. يا سلام كده، خلاص ظبطناها كلها اهي. استخرج من الفقرة اسم، أي اسم. عندكم أسماء كتيرة. هكتب كلمة مثلا الأحلام. إيه علامته؟ فاكرين علامات الاسم؟ هنفكر بعض بيها. علامات الاسم يبدأ بألف ولام، أو نضع آخره تاء مربوطة، أو يقبل إن أنا أحط آخره نضع آخره تنوين، أو يمكن أن يأتي قبله حرف نداء زي يا كذا. تمام؟ ويمكن أن نضع آخره ياء المتكلم. دي من علامات الاسم. كلمة الأحلام إيه علامتها هنا اهوت؟ علامته طبعا باينة خالص. أوله اللي هي ألف ولام. السؤال بعد كده عايز فعل. طيب هطلع للقطعة اللي فوق اللي أنا عملت ظبطتها دي كلها. فين الفعل اللي أنا عملت عليه دايرة؟ ده كتير. تتحقق، يحدد، يضع، كتير قوي. هنزل تحت واكتب هنا اهوت إيه؟ عند الفعل فعلا يتحقق. يتحقق. نوعه ده زي ما احنا شايفين فعل مضارع، وقلنا الافعال 3: مضارع، ماضي، امر. امر بقول لحد اعمله، بامره، اكني كده بزعق له، بورق له، وهو هيعمله في المستقبل. الماضي عدى واحط قبل منه قد سمع، قد شرب، ده الماضي. المضارع شغال دلوقتي، بحط قبل منه سين او سوف، يعني يتحقق، سيتحقق، ده مضارع. سوف يتحقق، ده مضارع. خلاص خلص الكلام، بقى باين، ويبان كمان انه ليه حركه، شغال دلوقتي. خلاص. تعالوا بعد كده خطوات. نوع الجمع هنا فكر نفسي بالجمع. انا عندي جمع مذكر سالم اخره واو ونون او ياء ونون، ولازم لما اشيلهم يتبقى لي الكلمه المفرد. يعني لو جات لي كلمه مهندسون وقال لي نوع الجمع دوت ايه، اقول له استنى، هو اخره واو ونون. طب هو جمع مذكر سالم، هتاكد اكتر، هشيل الواو والنون، هيتفضل لي المفرد مهندس، يبقى ده جمع مذكر سالم. لان عندي كلمه زي مساكين، احنا بنراجع مع بعض تاني. مساكين اخرها ياء ونون، هقول جمع مذكر سالم. استنى، هعمل لنفسي كده بصبعي اقول استنى، هشيل الياء والنون، هل هيتفضل لي مفرد الكلمه؟ اتفضل لي مساك. ايه مساك دي؟ دي مش مفرد الكلمه، ده مفرد مساكين، مسكين. لا ده مش جمع مذكر سالم، ده جمع ايه؟ تكسير. تعالى للكلمه اللي عندي هنا، خطوات اخره الف وتاء. حلو قوي، يبقى ده اكيد جمع مؤنث سالم. طب استنى، هجيب المفرد. المفرد ايه؟ المفرد بتاعه كان خطوه. تمام؟ يعني شال التاء المربوطه وحط الف وتاء، صح. يبقى هنا الجمع هنا جمع مؤنث سالم. طيب خدوا بالكم، عندنا كلمات مش جمع مؤنث سالم، زي كلمه اوقات وكلمه اصوات. خلاص، الكلمات دي مش جمع مؤنث سالم، دي جمع تكسير، لان مفردها وقت، مفردها صوت. تمام؟
طب عندي كلمة فتيات جمع مؤنث سالم، خلي بالنا فتيات مفردها فتاة، شلنا التاء المربوطة وحطينا الألف والتاء، فتيات. نخلي بالنا من الجزئية دي. حول من المثنى إلى المفرد. مثنى هجيب مفرده، طب ده سهل قوي. فاكرين هما الضمائر، هما اللي هي الضمائر الغائب كانت هي للمفرد وهو للمفرد المذكر وهي للمفردة المؤنثة. المثنى كان هما، أنا هعملهم كده، هي وهو. المثنى بتاعهم الاثنين كان ايه؟ هما. الجمع بتاع هي، بصوا اقول لكم على حاجه ظريفه جدا، مش هي مكتوبه اهي ويه كده، اكتبها نفس الشكل اهي، بس تعالى هنا واعمل كده شويه، حط لها ايه؟ نقطه، هن. وهو الجمع بتاعه ايه؟ هم. تمام؟ هما سببان مهمان لكل نجاح، هنحولها لمفرد، هنحول هما يبقى ايه؟ مفرده هو. سببان يبقى هو سبب. مهمان هشيل الف والنون اهي، هو سبب مهم لكل ايه؟ لكل نجاح. ادي ايه؟ جبنا المفرد بتاعه. صحح الخطأ، المتفوقون جمع مؤنث سالم. طبعا غلط خالص، انا لو شلت الواو والنون هيتفضل لي متفوق. المتفوقون ايه؟ جمع مذكر سالم. والاحلام جمع تكسير. الاحلام مفردها حلم، جمع تكسير، صح، دي صح، جمع تكسير. هنشوف مع بعض الاختبار التاني، هيبدأ برضو بالتعبير الكتابي. اكتب رسالة شخصية إلى والدتك تشكرها فيها على رعايتها لك واهتمامها بك، مراعيا عناصر الرسالة الشخصية في حدود 70 ل 100 كلمة. هو السطر بياخد حوالي 19 كلمات، هنكتب 7 سطور بكله بقى، بالمقدمة بكله، بالخاتمة. نبدأ أول حاجة، هنجيب إيه في الأول؟ طبعا هنبعت رسالة للوالدة شخصيا، هنقول طبعا إيه؟ أمي الغالية، أمي الغالية، الألف جي بس إيه؟ أمي الغالية. تمام؟ تحت هكتب لها تحية زي ما اتفقنا، تحية طيبة فاصلة، وبعد هحط نقطتين. خلاص؟ أكتب سبب الرسالة بقى، أكتب إليكي، إليكي تحت الكاف تحتها كسرة. خلاص؟ أكتب إليكي هذه الرسالة، وأروح حاطط إيه؟ فاصلة منقوطة عشان أوضح لها السبب. أكتب إليكي هذه الرسالة لأشكرك على اهتمامك بي ورعايتك لي طوال، او رعايتك لي وخلاص بس. تمام كده؟ واروح ايه؟ حاطط نقطة. تمام الجزئية دي؟ يبقى اكتب اليك هذه الرسالة وبعمل فاصلة منقوطة، بفكركم تاني. خلاص؟ عشان اكتب السبب، لا اشكرك على اهتمامك بي ورعايتك لي، ورعايتك ايه؟ لي. خلاص؟ ونحط نقطة. بعد كده بقى هبدأ اتكلم بقى مع الام، واهتمامها بك. هبدأ اتكلم يبقى ادي كلام شوية ايه؟ شكر بقى لوالدتي، او ابين فضلها عليا. اقول ايه بقى؟ امي الغالية قدمت لي كل اهتمامك ورعايتك. خلاص؟ هقول ايه كمان؟ فقد حملتيني في بطنك. هو ايه هتكتب بقى فضل والدتك عليك في بطنك 9 أشهر، 9 أشهر فاصلة، وتحملتي الألم لراحتي، وسهرتي من أجلي كثيرا. تمام؟ ولا أنسى فضلك، خلاص، أبدا.
تمام، فاصلة، وأدعو الله أن يرعاكي. يرعاكي كيف بحط تحتها كسرة. أدعو الله أن يرعاكي دائما، خلاص، فاصلة، أن يرعاكي دائما وينعم عليكي بالصحة والعافية. تمام، دي كلمة سهرتي. خلاص كده كتبت الكلام ده لأمي، ببين لها بشكرها وببين لها فضلها عليكي، فضلها عليا. بصوا بقى، انا هنا بينت لامي فضلها عليا، فضلها عليا، فضلها، ولا انسى وادعو الله ان يرعاكي. هو هنا الرساله بتشكر امك فيها. احنا ممكن بقى نعمل ايه؟ نشيل ادعو الله ان يرعاكي دي ونخليها في الاخر ونشكرها. تمام، بصوا يا اولاد، لان الهدف من الرساله هنا ايه؟ اني اشكرها. هشيل دي الجزئيه دي، انا بكتب بالظبط كاني انا في سنه رابعه قدكم وماسكه القلم وبكتب، ولو غلطت في حاجه او غيرتها بغيرها. عشان كده بقول لك حاول تكتبها بقلم ايه؟ رصاص. ظبط لكم بس الكلمات اللي اتمسحت دي. تمام، كثيرا ولا انسى فضلك ايه ابدا. وانا اصلا بعت لها رساله عشان اشكر امي، فاشكرك فاصله بقى اهي، خلاص، ولا انسى فضلك ابدا. هشيل بقى النقطه دي، الفاصله دي، واحط نقطه. ابدا اهي، واحط نقطه، خلاص، واروح بقى شاكر امي تاني. فانا او فاشكرك يا امي على كل ما قدمتيه لي من اجلي ومن اجل ايه؟ مصلحتي. تمام، او ما قدمتيه من اجلي. هاجي بقى في الاخر اكتب الخاتمه. في الخاتمه بقى اقول ايه بقى؟ ادعو الله ان يديم عليك الصحه والعافيه، خلاص، فاصله، واتمنى رضاكي عني يا امي. بدعي ربنا يكتب لها الصحه والعافيه، واتمنى ايه؟ ان امي تبقى راضيه عني، وربنا يجعل كل امهاتكم تكون راضيه عنكم يا رب. واجي في الاخر تحت في الشمال واقول مثلا ابنك مثلا محمد، اي حاجه، واروح اي 22 مثلا 10 ايه 25، اي تاريخ بقى اكتبه، ابنك محمد، او اكتب محمد، او اكتب اي حاجه بقى. تمام كده؟ بس لما اكتب ابنك محمد يبقى معروفه ان الرساله جايه لها من ابنها، فبتبقى في الفه كده ومحبه. تمام، يبقى دي الرساله الشخصيه. نشوف السؤال بتاع القراءه. نشوف بقى مين كمان في موضوعات القراءة بطل جديد. من محافظة المنوفية ولد بطل صغير يعاني من مشكلة صحية في يديه، فلا يستطيع الكتابة بهما، لكنه واجه هذا التحدي، وبعد محاولات كثيرة استطاع أن يضع القلم بين أسنانه. يا ربي، إيده مش بيقدر يكتب بيها، حتى القلم بين سنانه، ويتحكم فيه ويكتب بخط جميل. كان بطلنا مثقفا وصاحب صوت مميز، وكان حلم حياته أن يلتحق بالإذاعة، وبالفعل أصبح مذيعا في إذاعة القرآن الكريم، وظل يجتهد لأكثر من 30 عاما حتى صنع المستحيل، وأصبح رئيسا لإذاعة القرآن الكريم. إنه الإذاعي الشهير رضا عبد السلام. افتحوا برضو اليوتيوب واسمعوه، لازم تسمعوه وتاخدوا نبذة عنه. استخرج من الفكرة ما يلي. طبعا مفيش أكبر من كده تحدي، ودي أمثلة جميلة وحقيقية وواقعية، وبجد قطع القراءة اللي بنقدمها وبنشتغلها، غير ان احنا بنطلع منها المعاني او الأسئلة، هي فعلا بتثرينا وبتغنينا وبتعلمنا كتير جدا جدا جدا. فقطعة جميلة قوي هي، وكل القطع اللي احنا اشتغلناها. تمام، كلمة معناها أمنية. يلا ندور كده. أمنية أمنية أمنية، معنى كلمة أمنية أكيد أمنية حلم، اهي حلم.
الحلم هو الأمنية. شوفوا قد إيه تحدى الصعاب. كلمة مضادها ينفصل، عكس ينفصل. ها لو دورنا كده هنلاقي إيه؟ عندي كلمة يلتحق. يلتحق بالحاجة يعني يدخل فيها، يعني يلتحق بيها، يبقى عضو فيها. عكسها ينفصل عنها، يبقى عكس كلمة ينفصل يلتحق. أقول إيه؟ التحق بالمدرسة، انفصل عن المدرسة. استطاع رضا عبد السلام الكتابة بأن يعمل إيه بقى؟ طبعا يضع القلم بين أسنانه. تتحدث الفكرة عن شخصية تعمل فيه، بيشتغل فين؟ تعمل في إيه؟ في الإذاعة، أو تعمل في إذاعة القرآن الكريم. همسحها بس عشان من الشخصية بتعمل فيه في إذاعة القرآن الكريم. وطبعا إذاعة القرآن الكريم دي من أشهر إذاعات القرآن الكريم في الشرق الأوسط كله. كل الناس اللي بتشتغل فيها أصحابها كلهم أصواتهم مميزة. ما الفكرة الرئيسية للفقرة السابقة؟ الفكرة كانت إيه؟ كانت إيه الفكرة؟ أنا هسميها المستحيل أو صنع المستحيل. صنع المستحيل وتحقيق. لا مش هخليها تحقيق، أنا هخليها كمان والإصرار، تبقى أقوى بكتير. صنع المستحيل والإصرار والتحدي على تحقيق إيه؟ الهدف. شوفوا النصوص بقى. يا اسلام يا مصر، وحشنا نص اسلام يا مصر، نخلي بالنا منه جدا. اسلام يا مصر للشاعر او للشاعر الكبير مصطفى صادق الرافعي، وهنا هو بيتحدث عن حبه لوطنه والدعاء لمصر بأن تسلم من كل شر، وانه بيقدم الشاعر روحه ودمه وفداء من اجل الوطن. اسلامي يا مصر انني الفدا بيدي ان مدت الدنيا يدا. هنراجع كده مع بعض. اسلامي يعني ايه؟ بيدعو الشاعر لمصر بالسلامه، يعني كوني في سلام يا مصر. وهنا تعبير مجازي، تخيل مصر انسان بيحدثها او يكلمها. انني الفدا يعني التضحيه. هذه يدي، جمع يد، ايد واياد. ان مدت يعني ايه؟ مدت يعني بسطت، تمام، او اعطت. عكسها ايه؟ اخذت او قبضت، تمام. مدت الدنيا مفرد، جمعها الدنى. يدا جمعها ايد او ايادي. ابدا لن تستكيني. قلنا كلمه تستكيني معناها ايه؟ بنراجع على التاني. تستكيني تخضعي وتضعفي. ابدا. انني ارجو يعني اطلب واتمنى، وعكسها ايأس. مع اليوم المقصود به الحاضر. غدا المقصود به المستقبل. جمع يوم ايام، تمام، وعكس غدا ايه؟ امس. وهنا الشاعر متفائل ويتمنى لمصر حاضرا طيبا ومستقبلا ايه؟ مشرقا. ومعي قلبي. ماذا مع الشاعر للدفاع عن وطنه؟ قلبه وارادته وقوته. ومعي قلبي، جمع قلب قلوبي، ومعنى قلبي كان فؤادي. وعزمي يعني اراده وقوه، وجمعها عزوم، وعكسها ضعف. للجهاد اللي هو التضحيه، وعكس التضحيه والجهاد عكس التراجع والاستسلام. ولقلبي انت بعد الدين دين. جمع كلمه الدين او دين اديان، تمام. وهنا وضح الشاعر مكانة مصر في قلبه، حيث أنها لها مكانة بعد دينه، تمام، سواء بقى مسلم أو مسيحي. مرادف التضحية. التضحية يعني إيه؟ الفداء. استخرج من الأبيات المعنى في الأبيات. التضحية الفداء. طب هنا في الفداء؟ لا، في ايه هنا؟ هو الجهاد. اخلي بالكم الجزئيه دي، لما يطلب مني استخرج من الابيات او استخرج من الفقره يبقى الاجابه فوق. يبقى انا مش هشيل كلمه الفداء واحط كلمه ايه؟ الجهاد. اهو نخلي بالنا كويس جدا من الجزئيه دي. يا معنى التضحيه اللي مكتوب في الابيات عندي الجهاد. مضاد ايأس. عكس ايأس مين؟ قلناها لسه دلوقتي. ارجو. بص ايأس مكتوبه ازاي؟ خلي بالك منها. عكس أيأس أرجو. يدعو الشاعر لمصر بإيه؟ بالسلامة. يؤكد الشاعر أنه مستعد للتضحية من أجل وطنه.
قول الشاعر انني ارجو مع اليوم غدا يوحي بايه؟ بالتفاؤل. خدتوا بالكم؟ يوحي ده يعني بيديه معنى ايه؟ بيدل على ايه؟ بيدل على التفاؤل. نكمل الاسئله. ماذا تمنى الشاعر لمصر كما نفهم من البيت الثاني؟ البيت الثاني يبقى البيت الثاني اللي عندي ده. طيب البيت الثاني هو تمنى لمصر ايه؟ تمنى الشاعر، تمنى الشاعر لمصر ايه بقى؟ حاضرا طيبا فاصلة ومستقبلا ايه؟ مشرقا. كلمة اسلمي يعني ايه؟ اسلمي كوني في سلام. خلاص؟ ده مش عايز المعاني، ده عاوز ايه؟ عائلة الكلمتين، عائلة للكلمتين تستكيني واسلمي. يبقى انا عملت غلط هنا، اتسرعت. يبقى ده يعلمني ان انا ما اتسرعش في الامتحان، لازم اقرا راس السؤال. اكمل عائلة الكلمة. اسلمي جاية من سلام او تسليم. ايه تاني بقى من عائلة الكلمة؟ سلام، تسليم، سلم، سالم، سليمة. كل دي جاية من عائلة الكلمة. مسلم. في كمان كلمة تستكيني. فين تستكيني؟ لا احنا نعملها بقى عائلة الكلمة من اسلامي. خلاص اهي تستكين. طب تعالى نعمله عائلة الكلمة من تستكين. بصوا كده، تستكين. تعالى نجيبوا عائلة الكلمة منها. سكن، ساكن، ممكن ساكن، وممكن مسكونة. مسكونة يعني فيها سكان. وممكن سكين، ممكن مسكين، ممكن ايه كمان؟ مساكة، مساكة. خدتوا بالكم؟ عائلة الكلمة الكلمات المشابهة وبنلاقيها كلها من جذر واحد. تعالوا نشوف نص برضو، نص تاني. مصر التي يحيا الفؤاد بحبها، أم لنا لن تستكيني بشعبها. مصر التي يحيا الفؤاد، والفؤاد اللي هو مين؟ اللي هو القلب. وهنا في تعبير مجازي. هنا في تعبير مجازي. ايه التعبير المجازي؟ ان صور ايه؟ صور الفؤاد او القلب ان هو ايه؟ انسان، او صور مصر بانسان لها قلب. تمام؟ ويحيا هذا القلب. مصر التي يحيا الفؤاد بحبها أم لنا. وهنا هو ايه؟ شبه مصر بالأم. تمام؟ شبه مصر بالأم أو صور مصر بالأم. لن تستكيني بشعبها. وتستكيني يعني ايه؟ قلنا عمالين نقولها كذا مرة، تخضعي، تخضعي. بشعبها، جمع شعب، شعوب. وهي التي عاش الجميع لأجلها، وذا الجمال بنيلها وترابها. ذا دي اللي هي هذا، وهذا الجمال بنيلها وترابها. أن الذي أعطى الجمال لمصر هو نيلها وأرضها. قولوا معي. ويطلب الشاعر هنا من ايه؟ من الناس ان تقول معه. وقولوا معي ده اسمه ايه؟ امر. ده امر. قولوا معي. ان الفداء لمصرنا، ان الجنود لسلمها ولحربها. ان الفداء لمصرنا، وهنا هو ايه؟ ان ابنائها يضحوا من اجلها ويفدوها. وان الجنود لسلمها ولحربها، ان جنود مصر بيحموها وقت السلم ويحموها وقت الحرب. مرادف الفؤاد هنا ايه؟ القلب. القلب. شوف السؤال الثاني. صور الشاعر مصر بأنها ايه بقى دلوقتي؟ بأنها أم لمين؟ للجميع. وده بيدل على ايه؟ يوحي بإيه بقى هنا؟ لو قلنا أم لنا يوحي بإيه يا شباب؟ يوحي بإيه؟ يوحي بالعطاء. بالعطاء والدفء. لأن الأم هي مصدر العطاء ومصدر ايه؟ الدفء. نكمل. ماذا طلب الشاعر من أبناء مصر؟ طلب الشاعر من أبناء مصر إنهم يعملوا ايه؟ أن يدافعوا عنها. خلاص؟ ويفتدوها، ويفتدوها، ويحموها، ويحموها وقت السلم ووقت الحرب. نشوف بقى النحو.
تضييع الوقت يؤدي إلى ضياع الأحلام التي تريد تحقيقها، وهذا يحدث عندما ننشغل بأمور غير مهمة أو نؤجل المهام الضرورية، وهما صفتان سيئتان فابتعد عنهما لكي لا تندم، اللي هو تضييع الوقت. تمام؟ والإنسان الشاطر أو الإنسان فعلا المتميز أو العاقل بمعنى أصح هو اللي ينظم وقته ما بين اللعب وما بين الجد، ما بين المذاكرة وما بين التمارين أو ما بين وقت الترفيه، علشان يبقى وقته منظم. استخرج من الفكرة ما يلي: اسم، عندي أسماء كتيرة بقى، الوقت، وعلامته أوله إيه بقى؟ بين قوسين ألف ولام. طب في أسماء تانية؟ طبعا في أسماء تانية. عندي كلمة مهمة علامتها إيه؟ آخرها تاء مربوطة. عندي الضرورية آخره تاء مربوطة. تمام؟ عايز فعلا. واحد هيقول لي تضييع. بصوا بقى، تضييع، اقول له غلط، ده مش فعل. ازاي يا ميس؟ ده بدأ بالتاء. هو كل كلمه اولها تاء تبقى فعل مضارع؟ هو ربنا ادانا عقل. هسأل نفسي، هو ده بيدل على حاجه بتضيع بتضيع بتضيع؟ لا. طب حط له الف ولام. التضييع بقى اسم. يا نهار ابيض، زي الكلمه دي بالظبط. خلي بالنا كلمه تحديث، تحديث، تعليم، خدت بالكم؟ تسليح، تطوير. لما اقول لك تطوير التعليم، كل الكلمات دي اسم وليست فعل. ازاي؟ حط لها الف ولام. التحديث، التعليم، التسليح، التطوير، الف ولام. فالكلمات دي كلها اسم مش فعل. فانا عاوز دلوقتي فعل. عندي الفعل تريد، فعل تريد، وده نوعه ايه؟ مضارع. طب عندي افعال تاني. عندي الفعل ابتعد، شايفه؟ ابتعد، وده فعل نوعه ايه؟ امر، بامر قدام مني. هل في افعال تانية؟ ها؟ مفيش. خلاص. السؤال بعد كده: كلمة الأحلام نوعها جمع تكسير لأن مفردها حلم. حول من المثنى إلى المفرد، هما صفتان سيئتان. هاتها مفرد، هقول إيه بقى؟ هي، وصفتان هحولها مفرد يبقى صفة، وسيئة. ناخد بالنا من كلمة سيئة، الهمزة فين؟ أكمل الجملة باسم مثنى. الصدق والإخلاص صفتان إيه بقى؟ جميلتان. هما كاتب جميلتان أهي. تمام كده؟ وبكده تبقى انتهت إيه؟ جزء الأسئلة بتاعت المراجعة بتاعتنا. حابة برضو أوضح بعض الأشياء مهمة جدا في المراجعة. خلصنا تدريبات المراجعه. انا حابه برضو اكد عليكم على بعض الامور المهمه اللي ممكن تجيلنا. طبعا احنا نقرا الدرس كويس، هنشوف اللغويات بتاعته بالمضاد بالجمع بالمفرد لكل درس. حلينا كتير قوي، عملنا مراجعه جميله. انتوا كمان هتذاكروا اكتر وتتثبتوا من كل معلومه موجوده عندكم. لكن لازم نخلي بالنا من حاجه اسمها خريطه الكلمه. بصوا كده مع بعض. خريطه الكلمه بتجيلي كلمه سواء في مربع او في دايره، والكلمه دي طلع منها كذا سهم. المطلوب هو ده اللي مكتوب. شايفين كده؟ مكتوب مثلا كلمة عزمي، عاوز المرادف بتاع عزمي. احنا قلنا المرادف بتاعها يعني المعنى بتاعها ايه؟ إرادة أو إرادتي وقوتي. تمام؟ هنا طالب مني أكنها لعبة بلعبها، طالب المضاد. عكس عزمي، مضاد عزمي ايه؟ ضعفي. طب عايز الجمع بتاع كلمة عزم. احنا قلنا جمع عزم ايه؟ عزوم. والجملة أدخلها في جملة، أقول ايه بقى؟ بعزمي وقوتي ايه بقى؟ احقق ايه مثلا؟ احقق احلامي. تمام؟ يبقى ده النموذج اللي ممكن يجي لي. ممكن مثلا كلمه زي ارجو، عاوز مثلا خريطه كلمه الارجو. ممكن يقول لي صمم خريطه كلمه، اروح واخد الكلمه حاططها في مربع وعامل له الاسهم دي، معناها، مضادها، نوعها، احطها في جمله. معنى كلمه ارجو يعني اطلب. طب نوع الكلمة بتاعت أرجو، نوعها أرجو 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 أرجو، ده فعل. خلاص، ممكن أكتب له فعل مضارع. مضاد أرجو أيأس، أيأس. الجملة أقول إيه مثلا؟ أرجو إيه بقى؟ أرجو الحب من كل الناس. تمام؟ طيب بيجيلي ممكن نوع تاني من انواع الاسئله اللي ممكن تجيلي، شبكه المفردات. ايه الشبكه دي؟ بصوا يا ولاد، ببساطه كده، لو والدتك في البيت او والدك رايح السوق،
فبياخد معاه شبكه، هيجيب من السوق ايه؟ خضار، فهيجيب من السوق كل ما هو متعلق بالسوق. تمام؟ طب لو رايح للجزار هيجيب منه لحمه، فهيجيب من الجزار كل ما هو متعلق باللحوم، لحمه، كبده، كل الكلام ده. طب هل هو عند الجزار هيشتري جاتوه؟ لا طبعا. يبقى شبكه المفردات هي الكلمات اللي ليها علاقه بالكلمه دي. كلمه مصر، ايه الكلمات اللي موجوده في مصر؟ ايه الكلمات اللي ليها علاقه بمصر؟ مصر فيها ايه؟ فيها ايه مصر؟ فيها شعب مثلا، فيها ارض، تمام؟ فيها طرق مثلا، فيها نيل، دي بقى العلامات القوية اللي بتدل على مصر، فيها أهرامات، وممكن أكتب حاجات تانية كتيرة قوي. دي الشبكة. تمام؟ عندي حاجة اسمها عيلة الكلمة واحنا حلينا عليها. العيلة الكلمات اللي زي الكلمة اللي قدام مني اللي جاية منها العيلة. يعني مثلا كلمة الأحلام، تمام؟ الأحلام ممكن الكلمات اللي شبه الأحلام، ممكن حلم، صح؟ ممكن حليم، تمام؟ ممكن حالم، تمام؟ ممكن كلمة ملحمة. خلاص؟ ممكن ايه كمان؟ حاجات كتيرة جدا ممكن تجيلي. طب ممكن يجيلي كمان حاجة اسمها معاني متعددة. ايه المعاني المتعددة ديت؟ اهي في جزء كده اهو، ده ان يجيلي كلمة ليها اكتر من معنى. شايفين؟ بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا بصوا هنا نفس الكلمة بالظبط بالتشكيل بس المعنى مختلف. الأحلام تتحقق بالعمل، أحلام طالبة مجتهدة. ايه الفرق ما بين الأحلام دي والأحلام دي؟ بص كده، الأحلام تتحقق بالعمل، معناه ايه الأحلام دي؟ يعني الأمنيات. واخدين بالنا؟ طب أحلام طالبة مجتهدة، ده واحدة اسمها أحلام، يبقى أحلام هنا ده ايه؟ اسم ايه؟ اسم شخص. شفتوا الفرق بين الاثنين؟ نفس الكلام برضو، نفس المعاني المتعددة. أمنية تحقق أهدافها. أمنية ده اسم مين؟ اسم شخص، واحدة اسمها أمنية. طب أمنية حياتي أكون طبيبا. أمنية هنا دي اسم شخص؟ لا، أمنية هنا هوت يعني إيه؟ يعني حلم. يبقى نفس الكلمة بالظبط بس إيه؟ المعنى مختلف. يبقى ممكن يجي لي معاني متعددة، شبكة مفردات، خريطة كلمة، عائلة الكلمة. واخدين بالنا من الأجزاء دي اللي ممكن تجي لنا؟ طيب حابة تاني برضو أراجع على حاجة تانية. حابة أراجع برضو على حاجة تانية معاكم، وهي في المفرد والمثنى والجمع. إن أسماء الإشارة نفكر بعض بيها كده تاني. أسماء الإشارة عبارة عن إيه؟ هذا للمفرد المذكر، المثنى بتاعها إيه؟ هذان، والجمع بتاعها هؤلاء. طيب بالنسبة هذه المفردة المؤنثة، المثنى بتاعها هاتان، والجمع بتاعها برضو هؤلاء. وقلنا لو عندي كلمة زي عصافير أو ثمار، الكلمة دي جمع إيه؟ غير عاقل. جمع الغير عاقل دوت بحط له قبل منه إيه؟ بحط له هذه. خلاص؟ فأقول هذه أشجار. عندي مثال ممكن يجيلي، ممكن يقولي هذه شجرة مثمرة. ثني اقول له ايه بقى المثنى؟ اقول له هاتان شجرتان ايه؟ مثمرتان. طب لو قال لي بقى اجمع، بصوا بقى في الجمع بقول ايه بقى؟ ناس هتتلخبط تقول هؤلاء اشجار، لا هقول هذه اشجار ايه؟ مثمرة. واخدين بالنا من دي؟ طيب خدنا كمان احنا غير اسماء الاشاره، خدنا كمان الضمائر. وقلنا الضمائر 3 انواع، يا اما انا بتكلم، انا محبوب. طب انا دي خليها مثنى، هقول ايه؟ نحن محبوبان. طب لو حولتها للجمع هقول ايه؟ هقول نحن محبوبون. تمام؟ طب لو عندي غير الضمائر المخاطب اللي بكلمه قدام مني، حد بكلمه قدام مني، هقول له ايه؟ هقول له انت. المثنى بتاع انت انتما، والجمع انت واروح حطيت له مين؟ انتم. انت طالب مجتهد، انتما طالبان مجتهدين، انتم طلاب مجتهدون. طب عندي انتي، وانتي بحط تحتها كسره، المثنى بتاع انتي برضو انتما، والجمع بتاعها انتي. بصوا انتي واروح حاطط لها سلطانيه وزيتونه نون، انتن. انتي طالبه محبوبه، انتما طالبتان محبوبتان،
انتن طالبات محبوبات. عندي كمان الجمع اللي هو الضمائر، كمان ضمائر الغائب اللي مش موجود. ايه ضمائر الغائب؟ هو، المثنى بتاع هو هما، الجمع هم، هي، المثنى بتاع هي هما، الجمع هن. ناخد بالنا من كل الكلام ده. دي بالنسبه للضمائر، دي بالنسبه لاسماء الاشاره. يبقى احنا رجعنا عليها تاني، خدتوا بالكم؟ نخلي بالنا كويس جدا من الحاجات ديت. خدنا كمان الحروف اللي هي الفاء والباء والكاف واللام. ازاي ادخلها على الكلمه؟ زي مثلا كلمه الشمس، عايزه اقول فالشمس، هقول ايه؟ اجيب الفاء تسلم عليها، فالشمس. طب الباء، لو انا هكتب كلمه الشمس اهي، الشمس، وعايز ادخل على الشمس حرف الباء، الباء تسلم عليها بالشمس، الكاف تسلم عليها كالشمس. طب الكلمه اللي فيها الف ولام، لو عاوز ادخل لها اللام اروح ايه قايل الالف دي؟ لو سمحتي امشي، همسحك بعد اذنك. مسحت كله، معلش هعيد الجزئيه دي تاني. كان عندي كمان الحروف اللي هي الكاء والباء والفاء واللاء. ازاي ادخلها على الكلمه اللي اولها الف ولام؟ هنجيب مثلا كلمه اولها الف ولام زي كلمه مثلا الشمس، هكتبها هي 4 مرات عشان ادخل عليها ال4 حروف دولت. الشمس، الشمس. عايز ادخل عليها الكاف، هجيب الكاف تسلم عليها عادي اهي، كالشمس اهي عادي. الباء هدخل الباء تسلم على الالف واللام. الفاء هدخل الفاء تسلم على الالف واللام. انا عملت ايه؟ انا عايزه لون مختلف، انا عايزه لون احمر اهي، شباب الاحمر. طب اللام، اللام لما هتيجي تسلم على الالف، على الكلمه اللي اولها الف ولام، هتلاقي فيها الف. ينفع اقول اكتب كده، اكتب اللام كده؟ لا الشمس، لا غلط الكلام ده خالص. هتبقى كلمه الشمس موجوده عندي اهي، الشمس. بعمل ايه؟ بروح جايب اللام دي وشايلها، شايلها وعامل ايه بقى؟ ودي كلمه الشمس اهي، اللام بتاعت الشمس اهي. كلمه الشمس اهي. انا عملت ايه؟ الالف اللي كانت هنا انا شلتها اهي، شلتها اهي. وهعمل ايه بقى؟ وهجيب اللام بتاعتي، اللام دي، واروح من ايه؟ مدخلها على الشمس. ادي اللام اهي، يبقى للشمس. يبقى الكلمه اللي بتبدا بالالف واللام لما اجي ادخل عليها اللام اعمل ايه؟ اشيل الالف دي واروح مدخلها كده، يبقى للشمس. يبقى للقمر، اصلها ايه بقى دي؟ اصلها القمر وزودت عليها حرف اللام، بس شلت مين؟ شلت الالف دي ودخلت عليها اللام، بقت للشمس او للقمر. نخلي بالنا برضو من الحاجات اللي احنا خدناها ديت. برضو رجعنا على علامات الاسم. علامات الاسم قلنا ان الاسم ليه علامات، علاماته اوله الف ولام، اخره تاء مربوطه، اخره تنوين فتحه، تنوين بالضمه او تنوين بالكسره. قلنا قبل منه احط حرف نداء، قلت اخره يبقى ممكن احط ياء متكلم. دي علامات الاسم، ده بالنسبه للاسم. اتكلمنا على الفعل، قلنا الفعل كام نوع؟ قلنا الفعل فعل مضارع، ده شغال بيبدأ بحرف من حروف كلمة أنيته، أو الناء أو الياء أو التاء. يعني ممكن واحدة اسمها ياسمين أو عادي فعل مضارع؟ لا طبعا، ده اسم، يبقى مش كل حاجة بادئة بالياء تبقى فعل مضارع. تمام؟ لازم بتدل على الاستمرارية، إنه شغال شغال شغال. وقلنا علامته حاجة بسيطة قوي، بحط قبل منه ساء أو سوف. سيأكل، سوف يأكل، ده مضارع. وقلنا خدنا فعل تاني عندي، فعل ماضي عدى خلاص، أو شربته خلاص. قول كده بيني وبين نفسي كلمة خلاص. ممكن أحط قبل منه قد شربته، قد أكلته، يبقى ده فعل ماضي. عندي الفعل الثالث اللي هو الفعل الأمر. يعني إيه؟ بقول للي قدام مني اعمل الحاجة دي، اسمع، تمام، اسكت، أقول له ذاكر. ده فعل إيه؟ ده فعل أمر. يا رب كده تكونوا انتوا يعني كده لمينا مراجعه في كل الحاجات اللي احنا اخدناها. نركز كويس جدا، نسمي الله، نقرا السؤال كويس ونعرف هو عاوز ايه،
وانا برضو بشتغل معاكم تعمدت سؤال احله واقول ده انا غلطت ما قراتش السؤال كويس، اخلي بالي لو طلب مني استخرج من الفقره. تمام؟ نخلي بالنا في الرساله الشخصيه كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها. نتمنى ان كل ولادنا ان شاء الله تجيب اعلى الدرجات في اختبار شهر اكتوبر، ونلقاكم بقى ان شاء الله في منهج شهر نوفمبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.